حمزة الجمل النهارده مع نادي إنبي بيعزف مش بيلعب كورة، بيعزف مزيكا حرفيًا ضد نادي الزمالك. تعالَ أورّيك الكورة دي طلع ب7 لعبات بالضبط، 7 باصات وصل لمرمى نادي الزمالك. مش بس كده، كان ممكن يسجّل هدف جميل جدًا. تعالَ اتفرّج معايا إزاي بيقدروا يقفوا على الكورة ويلعبوا كورة بمنتهى الهدوء. كورة أنا ما شُفتهاش من لعيبة الأهلي اللي بتاخد ملايين الملايين الفترة اللي فاتت. شوف الراجل بيقف على الكورة بيرجّع لزميله بمنتهى الهدوء، زميله بيستلم براحته خالص، واقف رايق فايق، يلعبها للعيب نُص الملعب اللي جنبه برضه بمنتهى الهدوء. ما فيش أي ضغط زملكاوي خالص. الزمالك كان مسلّم نُص الملعب تمامًا، تمامًا، تمامًا. شوف الضغط الزملكاوي مش موجود تقريبًا. الراجل هترجع له الكورة تاني الباك اليمين أحمد صبيحة. صبيحة هيلعبها من لمستين على طول، يعني هيستلم ويوقّف ويلعبها على طول للجناح بتاعه. شوف الجناح بقى هياخدها ويعمل إيه، هياخدها ويعمل انطلاقة كبيرة جدًا يروح بيها المهاجم المميز، المحطة المميزة بتاعة إنبي اسمه عبد الله قطايع على ما أعتقد، اللي هيلعبها one touch بمنتهى، منتهى، منتهى الحرفنة للجناح. الجناح هياخدها، بس بقى الجناح هنا طمع فيها. الجناح هنا لو لعب الكورة دي تاني بالعرض لعبد الله قطاي كانت هتبقى هدف رسمي، ولكن هو حب يلعب الكورة دي الزاوية الضيقة لمهدي سليمان. ولكن مهدي سليمان كان ذكي جدًا وكان قافل الزاوية الضيقة بمنتهى الذكاء. دي فرقة إنبي اللي وصلت لجون الزمالك ب7 تمريرات. شابوه حمزة الجمل اللي باني فريق بكُلّه شباب. محمود عبد المنعم كهربا اللي عنده حاجه النهارده مش موجوده عند كل لعيبه النادي الاهلي، الروح. الراجل طول الشوط الاول وهو مش في الملعب، وحتى في الشوط الثاني وهو نزل في الدقيقه 86 تقريبا ما عادش على الدكه خالص، واقف بيوجه وبيشجع ومدرب تاني حرفيا مع كابتن حمزه الجمل. الراجل النهارده واقف هيموت وعلى اعصابه وعلى كل كوره وبيشد ويعمل، رغم انه بره النادي الاهلي. هتفضل تقول لي بقى اصل ده بتاع لقطه، اصل ده اصل ده اصل ده، كل ده كلام ناس زملكاويه كلنا عارفينهم عشان يقللوا من الراجل اللي سكعهم وجه النادي الاهلي في عز تالقه وعز مجده. محمود عبد المنعم كهربا لو كل لعيبه الاهلي بتلعب بنفس الروح دي في كل ماتش وفي كل بطوله، هنشوف فريق النادي الاهلي في حته ثانيه خالص. ولكن للاسف لعيبه النادي الاهلي فاقدين الروح وما عندهمش روح. محمود عبد المنعم كهربا اللي على كل كوره بيتكلم وعلى كل كوره بيشارك وعلى كل كوره بيضغط على الحكم، وده اللي ما بنشوفوش خالص دلوقتي في تيم النادي الاهلي وفرقه النادي الاهلي. لعيبه مستسلمه لابعد الحدود. والف مبروك لفرقه انبي، والف مبروك لكابتن حمزه الجمل اللي لعب ماتش فوق 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 الممتاز فنيا، وهشرح لكم ده في فيديوهات تانية منفصله. والف مبروك لنادي الزمالك. ويا شايفين يا رجاله، كان زماننا دلوقتي مركز اول، ولكن للاسف عشان عندنا لعيبه عاله ما عندناش رجاله. اتمنى يفوقوا لنفسهم ونبدا نرجع للمنافسه تاني، ولسه الدوري في الملعب. انت الحكم يا راجل يا مؤمن، الكره اللي قدامك دي تعدت الخط ولا لا؟ ضربه جزاء بتاعت انبي رقم 2، الكره تعدت الخط زي ما انا شايفها. لو انت شايف حاجه تاني قول لي. طارق مجدي وحكام الفار النهارده شافوا حاجه تاني خالص 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 زي ما انت شايف كده، وقالوا ان الكره دي ما تعدتش الخط. شوف انا موقف لك الكوره فين بالظبط، مش زي ما هم وقفوها. وقول لي رايك كده في الكومنتات، هل الكوره دي فعلا هدف صحيح لنادي انبي ولا الحكم معاه حق وطارق مجدي الزملكاوي اللي كلنا عارفين كوارثه ضد الاهلي معاه حق؟ قول لي رايك في الكومنتات، الكوره دي جول ولا لا؟